بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا يا حبايب قلبي، انا جالي النهارده اوردر، طالبين مني الفطير المشلتت الفلاحي في السعوديه، فطبعا انا ما قدرتش اتاخر عنهم، فقلت لا لازم اعملهم واوريهم لكم. فانا معانا اهي يا حبايبي، اللهم صل على النبي، معايا هنا 2 كيلو وتلت دقيق بالظبط، دول 2 كيلو 300 جرام. ومعايا هنا 6 كوبايات ميه، احنا ممكن نكتر وممكن نقلل. ومعايا هنا 5 معالق كبار سكر، فانا هدوب السكر في الميه الاول على طول، علشان لما نيجي نفرد العجينه بتاعتنا ما تشققش. وهنحط طبعا، انا عشان حاطه هنا 2 كيلو و300، هحط هنا معلقتين ملح ونص، معلقتين صغيرين ونص ملح، وهندوبهم. انا دوبت السكر كده والملح يا حبايبي في قلب الميه. انا هبدا انزل بالميه على الدقيق، هننزل حاجه حاجه، لان من دقيق لدقيق بياخد كميه ميه معينه. فاحنا ايه، هحط الميه واقول لكم يا حبايبي هي بعد كده خدت ميه قد ايه. هنبدا ننزل بالميه اهو يا حبايبنا كده، انا هنزل بنصها تقريبا اهو، وبعد كده هبدا اعجن واقول لكم هتاخد ايه. احنا عايزين العجينه بتاعتنا يا حبايبنا تكون طريه، ما تكونش تقيله، علشان تبقى سهله الفرد. بصوا يا حبايبي، هي خدت دلوقتي مني اللهم صل على النبي 6 كوبايات ونص، يعني الكيلو تقريبا خد حوالي 3 كوبايات الا ربع، اللي هي الكوبايه ال 200 مللي، اللي هي دي كوبايه 200 مللي. فانا دلوقتي يا حبايبي بقى هبدا انزل بيها. انا كده دخلت تقريبا يعني شبه 50% كده من عجنها. هبدا انزل بقى بيها كده يا حبايبنا على الرخام. بصوا يا حبايبي بقى، بتفضلوا رايحين جايين كده، تاخدوا العجينه كده رايح جاي. دي اسهل حاجه للعجن، وبتخلي العجينه بتاعتكم ناعمه كويسه. بتاخدوها كده رايح جاي يا حبايب قلبي، مش اكتر، يعني حوالي تقريبا ربع ساعه او 10 دقائق. احنا عايزين العجينه بتاعتنا تبقى مخدومه كويس. فانا هعجنها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا عجنتها كده كويس اهي. هبدا انزل عليها يا حبايبي بحوالي 4 معالق زيت. لو كيلو هتنزلوا بمعلقتين زيت، بيدي نعومه شويه كده للعجين نفسه والدقيق بتاعنا. ما تكتروش في الزيت يا حبايبنا عشان الفطير بتاعكم ما ينشفش. فانا هحط كده 4 معالق زيت والم بيهم العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا اهي، ادي بعد ما لميتها هي خدت عجن مني حوالي ربع ساعه. انا رجعتها طبعا في الطبق او في البوله اللي احنا دهنته تاني. حطيت تحتيها يا حبايبي شويه زيت كده من تحت اهي، زي ما شايفين العجينه بتاعتنا ناعمه وحلوه اهي. وهدهن برده وشها من فوق شويه زيت، شويه زيت صغيرين، ما تكتروش في الزيت، احنا بس بندهنها عشان العجين بتاعنا ما يشققش. وهنغطيها بقى ترتاح كده بكيس بلاستيك حوالي نص ساعه. بقى هنا انا معايا حوالي 800 جرام زبده على سمنه بلدي. انا طبعا عشان خارج اوردر فلازم استعمل معاه السمنه البلدي مع الزبده. انتوا ممكن تستعملوا الزبده مع سمنه صناعي عادي. فانا معايا هنا 800 جرام سمنه على زبده زي ما شايفين كده. هبدا طبعا اسيحها، هدخلها في الميكرويف شويه صغيرين تسيح عشان اشتغل بيها. بصوا كده، انا سبت العجينه بتاعتنا ارتاحت نص ساعه زي ما شايفين كده. شايفين العجينه بتاعتنا هي ما شاء الله عامله ازاي اهي، زي اللبانه زي ما شايفين. اشوف العجينه بتاعتنا بتموت ازاي. هبدا اقطعها دلوقتي قد البيضه الصغيره. هتمسكوا كده بايديكم يا حبايبي كده اهو، وتاخدوا حته قد البيضه الصغيره، يعني مش عايزينها تبقى كبيره اهو. وتلموها كده. واحنا معانا هنا صينيتين انا دهناهم زيت، هنحط فيهم العجينه بتاعتنا او زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، تدوروها وتقوموا حاطين، تاخدوا برده كده حته اهو كده اهو صغيره اهي، ونقوم حاطينها في قلب الصينيه اهي زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه الكاميرا مبينه ولا لا اهي. بصوا يا حبايبي كده اهو، يعني ادي كده. بصوا احنا قطعنا اهو العجين بتاعنا اهو قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده اهو. هنسيبه بقى. احنا طبعا دهنين الصينيات تحتيها زيت، طبعا دهنا تاني من فوق تاني زيت على اساس ان العجينه بتاعتنا ما تشعش. وهنغطيها بكيس نايلو على اساس العجينه بتاعتنا تريح. احنا هنسيب العجينه بتاعتنا يا حبايبي تريح تاني كمان نص ساعه. عايزه اقول لكم ان انتوا لو هتعملوا الفطيره الكبيره هتعملوها حوالي 20 قطعه، لو هتعملوها وسط يبقى 15 قطعه. فانا ان شاء الله هعملها يعني هعمل كده 4 كبار وهعمل واحده صغيره. هنسيب بقى العجينه بتاعتنا زي ما بقول لكم نص ساعه تريح وارجع لكم. بصوا كده دلوقتي احنا بقى لنا سايبه دلوقتي انا العجين بتاعي اهو دلوقتي بقى له نص ساعه. انتوا بتعرفوا بقى يا حبايبنا ان العجين بتاعنا ريح ازاي، ان انتوا بتحطوا صابعكم
كده في قلب العجينه، تلاقي العجينه ما لمتش تاني. فانا هبدا بقى يا حبايبنا، هبدا افرد. انا معايا هنا السمنه والزبده اللي انا قلت لكم مسيحاها بسيط اهي. هبدا احط كده شويه على المفرش، واخد اهي، اخد واحده كده افردها. طبعا العجينه بتاعتنا كل ما بتكون مريحه بتتفرد بسهوله. هنبدا كده ننزل يا حبايبنا اهو. مش عارفه الكاميرا مبينه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله العجينه زي ما انتم شايفينها كده ماشيه ازاي، ما شاء الله. بتاخده من جوه على بره يا حبايبي اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي. الكاميرا مش عارفه موضحه ولا لا اهو. هنبدا بقى ندهن كده من هنا من على الوش بسيط كده سمنه كده من نفس اللي احنا عاملينه. وهنبدا نطبق العجينه بتاعتنا اهي، الفطيره بتاعتنا اهي. كل ما بتطبقوا بتفردوا، بتدهنوا سمنه قصدي. يعني انا طبقت دهنت على طول مع كل تطبيقه بتدهنوا. كده دي اول واحده اهي. ادي التانيه اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبنا اهو. دهنت هنا برضو سمنه اهو كده اهو يا حبايبي. وهبدا برضو اخد اللي انا طبقتهم قبل كده اهو، تتحط في قلبيها، ونفرد برضو وندهن. كله هيتعمل بنفس الطريقه دي اهي. نفرد نطبق وندهن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زي ما شايفين العجينه بتاعتنا زي الفل اهي. شايفينها اهي كده. كل فطيره هتبقى بنفس الشكل ده. انا هعمل كل فطيره حوالي 19 قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبنا ادي الفطير بتاعنا اهو. بعد ما عملناه انا عملت 5 فطاير، فطبعا انا سبته تاني يريح حوالي نص ساعه. المفروض ان احنا يا حبايبنا بنشغل الاول الفرن قبل ما بندخله، قبلها بربع ساعه بدرجه حراره 220. بنحطه على الرف الاولاني من فوق الصاجه، يعني ما بتحطش على النار على طول، بتتحط على الرف الاولاني من تحت. لو في مروحه بتشغلوها، ما فيش مروحه عادي بتسيبوه ياخد اللون من تحت. مجرد ما بياخد اللون من تحت بتشغلوه للشوايه. لو بيشتغل الاثنين مع بعض يبقى كده الحمد لله. انا بقى معايا هنا يا حبايبنا اللهم صل على النبي، حاطه هنا معلقتين قشطه مع معلقتين سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده. وهبدا ادهن الفطير بتاعنا. زي ما قلت لكم ان احنا مش هندهن الفطير بتاعنا غير الفطيره اللي هي بتخش الفرن، ما ندهنش الفطير ونركنه. فانا هبدا يا حبايبنا دلوقتي باول فطيره عملتها اهي. يعني اول فطيره يا حبايبنا ارتاحت هي اللي احنا بنبدا ندهنها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها الاول كده يا حبايبنا اهي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفطيره بتاعتنا اهي. بصوا ريحت وجميله. بصوا اهي ما شاء الله. الفطير بتاعنا يا حبايبنا لا نرققه قوي ولا نتخنه قوي. احنا عايزين الفطيره بتاعتنا تبقى سمكها في المعقول. لو رقت قوي الفطيره بتنشف مننا، ولو كانت تخينه قوي برده بتطلع كانها عجين. احنا عايزين الفطيره بتاعتنا تبقى في الحجم المعقول اهي. ما شاء الله شايفين الفطير بتاعنا اهو. طبعا انا بدات يا حبايبنا باول فطيره خلصتها. وبصوا الفطيره بتاعتنا بتتفرد في ثواني ما شاء الله اهي يا حبايبي. هنبدا ندهنها بالقشطه مع مع السمنه البلدي من على الوش. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا دهنت اول فطيرتين عملتهم اهم. هبدا بقى ادخلهم الفرن. شايفين يا حبايبي الفطير بتاعنا قلبب ازاي في الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين الفطير بتاعنا قلبب ازاي اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو فطيرنا زي الفل ما شاء الله. ادي يا حبايبنا اهو الفطير بتاعنا بعد ما خرج من الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما شايفين الفطير بتاعنا طري زي الفل. طبعا انا حطيت لهم، طبعا مش معقول هبعت لهم الفطير من غير جبنه قديمه، فحطيت لهم معاهم كده كام حته جبنه قديمه من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. طبعا دي هنبعتها لهم كده يا حبايبي. ادي الفطير بتاعنا زي الفل.
انا هبعت لهم 4 وفي واحده انا عاملاها لينا، فانا هوريكم الفطير بتاعنا عامل ايه اهو. دي بقى هنفتحها هنا بعيد عن الفطير بتاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفطير؟ شايفين يا حبايبنا؟ بصوا ما شاء الله، بصوا الفطير، بصوا شوفوا التوريق اهو، بصوا زي ورقه السجاره، بصوا عاملين ازاي يا حبايبنا. شايفين فطيرنا اهو ما شاء الله اهو يا حبايبنا. دي الفطير بتاعنا. عايزه اقول لكم يا حبايبي الفطير بتاعنا اول ما بيخرج طبعا بنحطه في كيس بلاستيك كده وبنغطيه علشان الفطير بتاعنا يفضل طري. عايزه اقول لكم بقى يا حبايب قلبي بقى، لو وصلنا لغايه هنا ما تنسوناش بقى في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.